كلنا بيجي علينا وقت بنبقى مش عاوزين نذاكر او ملناش نفس نذاكر، اللي هو انا بذاكر ليه اساسا ما كله محصل بعضه. وبمجرد ما بتخش في مود فقدان الشغف ده بيكون عندك استعداد تعمل اي حاجه بس ما تذاكرش. يعني بيكون عندك استعداد تقعد تسكرول على الفيسبوك والانستجرام بالساعات، او حتى تقعد تقرا لك روايه، وممكن يوصل انك تنام من كتر الزهق. لكن ساعه المذاكره بتعدي عليك بسنه، وعشان تريح ضميرك بتقول لنفسك ان اغلب الناس كده ودي مش مشكله، وبتبتدي تستسلم للزهق وفقدان الشغف ده وما بتذاكرش. اول حاجه هقول لك عليها هو ان مش لازم يكون عندك حب او شغف تجاه شيء معين عشان تخلصه وتنجزه. يعني مش لازم اكون حابب الفيزياء والكيمياء عشان اربط نفسي واذاكرهم كويس. اعتبر ان المذاكره شغل مطلوب منك تخلصه. مش كل الناس بتحب الوظيفه بتاعتها او الشغلانه بتاعتها، لكن ده ما بيمنعهمش ان هم يروحوا ويشتغلوا كل يوم. وظيفتك دلوقتي هو انك تبذل اقصى مجهود في انك تذاكر وتخلص اللي عليك، بغض النظر انت حابب المذاكره او عندك شغف تجاهها او لا. وفي نقطه هقول لك عليها، هي ان الفتره دي او شهر 5 الشهر اللي قبل الامتحانات بيكون فتره فراغ، بمعنى ان اغلب الناس بتكون شغاله برتم عالي جدا من اول السنه، وبيجي في الشهر ده بيكون زهق وتعب ونسي هو بيذاكر ليه اساسا. زي بالظبط كانك بتتفرج على ماتش كوره وفريق بيلعب حلو قوي من اول الماتش، وبيجي في اخر 10 دقائق ويشيل جونين 3 ويخسر. النصيحه اللي هقول لك عليها، لو انت حاسس دلوقتي بفقدان شغف او انك مش عاوز تذاكر وزهقان جدا، حاول تفصل وتغير جو. اختار يوم وفضي نفسك فيه تماما، ما تذاكرش فيه خالص، وحاول تروح مكان انت بتحب تروحه او تزور حد انت بتحبه. حاول تعمل حاجه انت بتستمتع بيها في اليوم ده، وافصل خالص عن المذاكره. هتقول لي يا دكتور انا كده مش بضيع وقت؟ هقول لك لا، انت كده بتحاول تفرغ الطاقه السلبيه والافكار اللي عندك دي، بتحاول تشحن طاقتك من جديد بحيث تواصل. تاني نصيحه هقول لك عليها هي ان فقدان الشغف بنواجهه بالانضباط، وانا اتكلمت على الكلام ده في فيديوهات قبل كده. لازم يكون عندك جدول معين ونظام انت ماشي عليه، وعارف نفسك كل يوم مطلوب منك تخلص كذا وبتحاول تخلصه. ما ينفعش تسيب نفسك عايم في الوقت ده وتستسلم لافكار فقدان الشغف وعدم حب المذاكره والزهق. وبالمناسبه فقدان الشغف ممكن يكون نتيجه قله الثقه بالنفس، او انك ابتديت تشكك في قدراتك ومهاراتك، وانك مش هتقدر والمجهود اللي بذلته ملوش لازمه، وبالتالي تبتدي تخش في مود اللي هو المذاكره مش هتجيب نتيجه، وتبتدي تبقى زهقان وما تذاكرش. وحاجه كمان، الخوف والقلق الزايد عن الحد من الامتحانات بيخلي جسمك ودماغك يخش في مود اللي هو انا عايز ابطل وابعد عن الكلام دوت. بتلاقي نفسك زهقان ومتضايق كل ما تيجي تذاكر. اخر نصيحه هقول لك عليها، ودي انا كنت بعملها لما بكون زهقان ومش حابب اذاكر، هي انك قبل ما تبتدي تذاكر صلي ركعتين كده واقعد مع نفسك وافتكر انت بتذاكر ليه. مش في مجموع معين انت نفسك تجيبه، انت مش حابب ترضي ربنا وترضي اهلك وترضي نفسك؟ اقعد كده وافتكر انت بتذاكر ليه.